الفيلم بيبدأ بشاب قاعد قدام لابتوب وبيبقى واضح ان اللابتوب مش بتاعه، وبيقعد يجرب كذا باسورد ومحاولة ورا التانية بتفشل لحد ما اخيرا الحظ بيلعب معاه وكلمة السر بتظبط والجهاز بيفتح في ايده. واول ما اللاب فتح ماسيو دخل باسورد الواي فاي وفجأة الكاميرا اشتغلت لوحدها من غير ما يلمسها. الشاب اتخض من المنظر وبلم لحظة في الكاميرا وبعدين قام طافيها بسرعة وهو مستغرب ايه اللي شغالها اصلا. ومن الجيميل بتاعه بنعرف ان الشاب ده اسمه ماسيو اوبراين، وبنشوفه هو بينزل ابلكيشن اسمه بابايا كان مبرمجه بنفسه، وقام باعت مسج لحبيبته ايميليا بيطلب منها تفتح فيديو كول عشان يوريها حاجه. ايميليا بتكون صامه وخرصه، ولما بتفتح الكول ماسيو بيشرح لها ان ابلكيشن بابايا ده هيحول صوتها لكلام مكتوب على الشاشه عشان هي تفهمه بسهوله. بس ايميليا وشها قلب وما عجبهاش الحوار ده خالص، وحست انه مستخسر يتعلم لغه الاشاره، وقعدت تكلمه بلغه الاشاره بسرعه جدا وهي متنرفزه. ماسيو تاه قدامها وما فهمش ولا كلمه، وده اللي ضايقها اكتر، فقامت وقفت وقالت له بايديها ما تتحركش من هنا، وراحت قفلت اللابتوب بتاعها. بس الجهاز هنج والمكالمه قطعت فجاه، وماسيو فضل يبعت رسائل كتير لايميليا ويحاول يتصل بيها بس مفيش فايده، لا بترد ولا معبره بمكالمات خالص. وفي وسط القلق ده سيرينا بتبعت لماسيو تفكره بميعاد الجيم نايت وتقول له يدخل سكايب، فماسيو بلغ ايميليا ودخل معاهم. اول ما فتح سكايب لقى رسائل كتير من حساب الفيسبوك بتاع صاحب اللابتوب القديم، فالفضول خده ودخل يشوف مين ده، فلقى صاحب الاكونت اسمه نورا، بس الغريب انه ما لقاش ليه ولا صورة بروفايل. ولما فتح رسايله لقى بنات كتير بعتاله، وهو بيقرا المسجات دي واصحابه اتصلوا بيه وقالوا له يلا يا عم ادخل معانا عشان نلعب. واول ما دخل الكول صحابه لاحظوا ان الكاميرا بتاعته صورتها صافيه وجودتها عاليه بشكل مش طبيعي، فقال لهم اصل انا لسه جايب لابتوب جديد، وبداوا اللعبه. بس فجاه اللابتوب بتاع ماسيو هنج تاني والكول قفلت، ولما رجع الكول تاني لقى اي جي عمال يتكلم عن نظريات المؤامره كالعاده. فماسيو استغل الفرصه وسال ديمن عن موضوع التهنيج الكتير اللي بيحصل في اللاب ده، فديمن قال له اكيد الاستورج مليان على اخره وده اللي مخلي الجهاز يقطع معاه بالشكل ده. ماسيو فتح الاستورج وفعلا لقى المساحه مليانه على الاخر، بس الغريب ان الجهاز قدامه فاضي ومفيش اي ملفات تاخد المساحه دي كلها. ماسيو حكى لديمون، فديمون ده قال له يستعمل برنامج اسمه ديزي ديسك، وده اللي هيعرفك الملفات الكبيره مستخبيه فين. في الوقت ده بقيه الجروب كانوا في الكول وعايشين حياتهم ونازلين تهريج وضحك، وماسيو كان مركز في التحليل بتاع ديزي ديسك، واللي واضح ان فيه مساحه ضخمه من الاستورج، واللي واخد المساحه دي فولدر مخفي. دايموند فضل مع ماسيو واداله شويه تعليمات كده يمشي عليها علشان يوصل للملفات المخفيه، وفي الاخر ظهر له فولدرين مالهمش اسم على الديسكتوب، وماسيو قلب فيهم ودخل واحد لقى جواه 3 حاجات، ملف اسمه اكاونت، وملف تاني اسمه ذا ريفر، وفولدر تالت من غير اسم. والفولدر اللي من غير اسم ده طلع هو اللي واخد المساحه كلها، ومجرد ما فتحه لقى جواه فيديوهات كتير ملهاش اي معنى وشكلها يقلق. وعلى سكايب الجو كان دوشه جدا، واي جي قال للشباب انه جايب سماعات جديده وقام مشغل مزيكا باعلى صوت عنده. وفي وسط الهيصه دي ماسيو سال سيرينا عن صاحب مامتها، بس السؤال ده زعل سيرينا جدا، فصاحبتها نيري هي اللي وضحت للكل ان والدة سيرينا حالتها وحشه جدا في المستشفى. فالباقيين حاولوا يلموا الدنيا وغيروا الكلام عشان يلطفوا الجو، وهم لسه بيتكلموا ماسيو سرح شويه وفتح فيديو قديم ليه هو وايميليا وقعد يتفرج عليه. وفي اللحظه دي ايميليا اتصلت بيه. ايميليا كانت جايبه اخرها منه وقالت له بمنتهى الصراحه انها مش مبسوطه لانها شايفه انه مش بيبذل اي مجهود حقيقي عشانها، وكان نفسها يتعلم لغه الاشاره بجد بدل ما هو دايما بيدور على طريق سهل عشان يريح دماغه. وهي لسه بتعاتبه وبتتكلم معاه، واحده اسمها إريكا دون على الفيسبوك بعتت رسائل كتير لاكونت نورا، فماسيو بدل ما يركز مع حبيبته قام مركز على الرسائل اللي بتتبعت وفضل يقرا فيها بفضول، وده طبعا استفز ايميليا جدا وحست انه مش معاها اصلا، فراحت قافله المكالمه في وشه، وليها حق بصراحه يعني. وإريكا كملت مسجات وقالت لماسيو ان هي نورا بس بيكلمه من اكونت صاحبته وانه صاحب اللابتوب الاصلي اللي هو سرقه. ماسيو حاول يثبت براءته ويقنعه ان هو اشتراه بفلوسه وانه مش حرامي، بس نورا كانت اذكى منه وطلب يوريه لينك الاعلان اللي اشتراه منه. وهنا ماسيو فهم انه اتكشف خلاص، فخاف وقال له انه هيرجع اللابتوب في المكان اللي لقاه فيه، وقام يجهز نفسه علشان يلم حاجته ويمشي. وهو خلاص قايم حد بعت رسائل جديده لنورا، فالفضول خلى ماسيو يفتحها، فلقى واحد مسمي نفسه شارون 68 عمال يشكر نورا على شغله وبيسأله لو هو جاهز لمهمة تانية. فماسيو دخل يدور على بروفايل شارون بس ما لقاش ليه أي بيانات ولا صور، فبدأ يشك في الموضوع وسأله هو عايز إيه بالظبط. فشارون قال له ما ينفعش نتكلم هنا على الفيس، لازم تدخل ذا ريفر. وماسيو سأل دايمون لو يعرف أي حاجة عن ذا ريفر، بس دايمون قال له إنه ما يعرفش إيه ده. فماسيو قرر يجازف ويشغل الملف بتاع ذا ريفر اللي لقاه في الفولدر المخفي، وبمجرد ما فتحه لقى الابلكيشن بيعمل اتصالات غريبة من خلال VPNs كتير، وبعدين فتحت قدامه وجهة مرسوم فيها مركب
واصحابه لاحظوا ان وشه اتخطف ولونه اتغير، فبداوا يسالوا عن ايه اللي مخليه مخضوض كده. فماسيو من كتر التوتر قرر يشير معاهم الشاشه ويوريهم ايه اللي بيحصل. فدايمون لما بص على الشاشه قال لهم ان الاتصال ده معمول بطريقه معقده جدا ومستحيل حد يقدر يتتبعهم فيها. واي جي لقط الموضوع وقال لهم ان ده اكيد برنامج بيدخلوا بيه على الدارك ويب. بعد شويه اتفتح شات غريب فيه يوزرز كتير قوي وكلهم اسمهم شارون وجنبهم ارقام مختلفه. فماسيو دخل يدور على جوجل ولقى ان شارون في الاساطير اليونانيه هو المراكب اللي بياخد ارواح الموتى وبيعديهم النهر اللي بيفصل بين عالم الاحياء والاموات. وفي اللحظه دي ماسيو اعترف لاصحابه انه ما اشتراش اللابتوب ده وانه كان موجود في كافيه كان بيشتغل فيه في قسم المفقودات، واللاب فضل مركون كتير ومحدش سأل عليه. بعدها وراهم بروفايل للفيسبوك بتاع صاحب الجهاز. فديمون ركز في الاسم وقال له يا زكي الاسم ده مكتوب بالعكس، هو في شارون 4 مش نورة. وماسيو ورى اصحابه الفيديوهات الغريبه اللي على اللاب، واي جي اكد له ان الفيديوهات دي متصوره للناس من غير ما يعرفوا اصلا ان في اي حد منهم متراقب. والصدمه الكبيره كانت لما ماسيو فتح ملف اسمه اكاونت، ولما فتحه لقى جواه محفظه بيتكوين فيها مبلغ خيالي حوالي 10 مليون دولار. في اللحظة دي شارون 68 بعت المهمة الجديدة لماسيو في ابلكيشن ريفر، واتضح ان شارون 68 عايز يخطف بنت ويحفر حفرة في جمجمتها. الجروب كله اتصدم وبدأوا يزعقوا لماسيو ويقولوا له ايه في الابلكيشن ده حالا. بس الشاشة في اللحظة دي بدأت تتملي رسائل من إريكا، وماسيو سمع كلام صحابه وما ردش عليها خالص. وجوه فولدر الفيديوهات ماسيو لقى فولدر تاني اسمه كونتريبيوشنز، وده كان فيه فيديوهات لبنات اتخطفوا وتعذبوا بطرق مختلفة. واخر فيديو كان لراجل دخل على بنت اوضتها وهي نايمة وبعدين بص للكاميرا وضحك. ناري قالت ان البنت دي لسه في سريرها، يعني لسه ما حصلهاش حاجه، وقالت انهم لازم يتصلوا بالشرطه على طول قبل ما البنت دي تتخطف هي كمان. وفجاه ماسيو جاله كول من ايميليا، بس لما ردت ما لقاش ايميليا قدامه، واللي كانت موجوده كيلي صاحبه ايميليا، وقالت له ان ايميليا بتاخد شاور. بس فجاه الشاشه اسودت وقطعت خالص، ولما الصوره رجعت تاني كان في واحد لابس اسود واقف ورا كيلي وخنقها لحد ما ماتت قدام عينيه. وفي نفس الوقت ماسيو جاله رساله من حساب ايميليا بتقول له انه هو لازم يرجع اللابتوب ده حالا، والقاتل قال له ما يفتحش بقه ولا يقول ولا كلمه لايميليا، وراح بكل برود يخبي جثه كيلي. في الوقت ده ايميليا طلعت من الدش وسالت على كيلي، فماسيو كذب عليها وقال لها انها مشيت. ولما ايميليا راحت تغير هدومها القاتل ظهر تاني وهدد ماسيو وقال له يخلي ايميليا تروح عند البيت وهو هيمشي وراها عشان يعرف طريق ماسيو وياخد منه اللابتوب. فماسيو كلم ايميليا وهو بيموت من الرعب وطلب منها تجيله دلوقتي. وهو في وسط الكابوس ده صحابه على سكايب كانوا بيخططوا يبلغوا البوليس، فدخل بسرعه وقعد يقنعهم ان كل اللي شافوه ده مجرد مقلب. فالجروب سكتوا شويه وبعدين قالوا له ان هم صدقوا المقلب بجد. وايميليا في الاول رفضت تروح لماسيو، بس ماسيو قعد يترجاها وهو خلاص هينفجر من العياط، وقال لها انه مهتم بيها وبيحبها اكتر من اي حاجه في الدنيا، كل ده عشان بس يخليها تتحرك. فايميليا اتاثرت جدا وقالت له انها هتجيله خلاص. وفي الوقت ده ماسيو قعد يدور على البنت اللي في اخر فيديو واللي طلعت نفسها هي إريكا اللي شارون بيكلمه من حسابها. إريكا عندها 17 سنه واهلها مبلغين عن اختفائها من فتره قريبه. وهنا ديمون قال لماسيو هو ايه اللي ممكن يحصل لو اخدنا كل البيتكوين اللي في الحساب ده لنفسنا. والكلمه دي رنت في دماغ ماسيو وهو عارف ومتاكد ان الهاكر شايفه وسمعه، فقرر يلعب بالنار واما حول كل البيتكوين لحسابه الشخصي. والقاتل اتجنن وحاول يمنعه بكل الطرق، بس ماسيو قلبه جامد وكمل عمليه التحويل للاخر. واول لما خلص قال له ان الفلوس دي مش هترجع غير لما إريكا ترجع بيتها بالسلامه. وفجاه القاتل دخل كلم ماسيو وماسيو قال له ان الفلوس هترجع بس لما إريكا ترجع بيتها ما فيهاش اي حاجه. فشارون قال له انه باللي عمله ده بياكد للمجموعه حاجه من الاثنين، لا اما انه خانهم لا اما ان اللابتوب اللي عليه معلومات مهمه جدا وقع في ايد حد بره العصابه، وبكده هما الاثنين هيروحوا في داهيه. ووسط كلامهم ابلكيشن ريفر اتفتح لوحده على الشاشه تاني بطريقه تخوف، وماسيو لقى واحد اسمه شارون واحد بيطلب منه ان هو يقول الكود. فشارون 4 اعصابه ثابت وخلع الماسك وقعد يترجى ماسيو يرجع الفلوس تاني للحساب علشان المجموعه ما تشكش فيهم. بس ماسيو اصر ان ايميليا توصل الاول وهو هيحول الفلوس. وشارون 4 من كتر الرعب قال له الكود، وماسيو بعت الكود لشارون واحد. وشارون واحد سال اسئله تانية وماسيو كان بيرد عليها باللي شارون 4 بيملهوله لحد ما الابلكيشن اتقفل خالص. لما ماسيو رجع لاصحابه على سكايب ناري قالت انها عرفت البنت اللي كانت في اخر فيديو واسمها إريكا دون وانها مختفيه بجد، وقالت له انها ما اقتنعتش بكلامه وشكت فيه اكتر. وفجاه كذا اكونت دخل معاهم الكول باسم شارون واتعرض فيديو على الشاشه بنشوف فيه حد بيهكر سجلات المدرسه بتاعه ليكس صاحبتهم، والعصابه قدرت توصل لمكانها بالظبط. وفي اللحظه دي الكل خد باله ان ليكس مش موجوده معاهم في الكول، وبعد ثواني اتعرض فيديو تاني لليكس وهي واقفه على سطح مدرسه، وفجاه ظهر واحد من وراها وزقها ووقعت ماتت في وقتها. المجموعه بدات تصرخ وهم مش مستوعبين اللي بيشوفوه، اللي هم فيه ده حقيقه ولا فيلم رعب.
حتى ماسيو نفسه كان مصدوم ومش فاهم حاجه. ووقتها ايميليا اتصلت بماسيو وقالت له انها خلاص قربت توصل للمترو، وماسيو حذرها انها ما تقفلش المكالمه تحت اي ظرف. ورغم انها كانت مستغربه طريقته بس وافقت وسمعت الكلام. وماسيو طلب من ايميليا تركب المترو علشان الشبكه بتقطع في المترو فيقدر يكلم صحابه ويفهمهم اللي بيحصل. وناري حاولت تكلم ليكس على موبايلها علشان تطمن عليها بس مفيش اي رد، فقررت تاخد خطوه وتقلب الترابيزه وتكلم البوليس. فماسيو اتوتر جدا وقعد يترجاها عشان ما تعملش كده، بس هي ما سمعتش كلامه. واول ما ماسيو لاحظ ان ايميليا قفلت المكالمه انهار وحكى لاصحابه الحقيقه وترجاهم ان هم يتصرفوا طبيعي جدا اول ما ايميليا ترجع تاني اونلاين، لان شارون 4 اللي ماشي وراها دلوقتي اكيد شايفهم وسامع كل حاجه. وفعلا اول ما ايميليا بقت اونلاين كلهم عملوا نفسهم طبيعيين عشان ينقذوا حياتها. لما شارون 4 سال ماسيو عن ليكس، ماسيو حاول يداري اللي حصل وقال له انها مشغوله مع حبيبها ومش فاضيه. وفي الوقت ده ناري بلغتهم ان صاحبتها بتشتغل في الشرطه وجايه لها البيت حالا عشان تفهم اللي بيحصل. وماسيو استغل الفرصه وادى صلاحيه لديمون ان هو يدخل على اللابتوب من بعيد علشان ينسخ كل الداتا اللي عليه على امل ان هم يلاقوا مكان البنات المخطوفين وينقذوهم. وايميليا رجعت دخلت الكول تاني والناري استأذنت وقالت انها داخله الحمام. وفجاه شارون واحد دخل الكول تاني وفتح صفحه الفيسبوك بتاعت اي جي وكلهم اتصدموا وهم شايفين شارون بيقص حتت من فيديوهات اي جي القديمه وبيركبها على بعض وحولها لمقطع اي جي بيقول فيه انه هيروح للمول بسلاح. وبعدها رن على الشرطه وخلاهم يسمعوا الكلام ده، والشرطه وصلت بيت اي جي بسرعه وحاصروا المكان وطلبوا منه يسلم نفسه بسرعه. اي جي وهو ماشي ناحيه الباب ورافع ايده، شارون واحد شغل اصوات ضرب النار على كمبيوتر اي جي ورفع الصوت على الاخر، فالشرطه بره سمعوا صوت الطلقات وافتكروا ان اي جي هيضرب عليهم نار فقاموا ضاربين عليه رصاص وقتلوه عند باب الاوضه. اي جي طلع من الكل غصب عنه بعد ما مات واصحابه الباقيين انهاروا من العياط وجات لهم صدمه. شارون 4 لاحظ ان اصحاب ماسيو عرفوا ان اللابتوب ضاع منه فبعت لماسيو رساله واضحه بيقول له فيها ان هم كلهم هيموتوا دلوقتي. فماسيو صرخ في سيرينا ودايمون وقال لهم ان شارون خلاص ناوي يقتل ايميليا هي كمان. وسيرينا حاولت تنقذ اللي تقدر عليه وقالت لماسيو ان ناري في الطريق للبيت وممكن تساعد، بس شارون دخل الكول تاني والمره دي عرض ليها فيديوهين من كاميرات المراقبه في نفس الوقت، واحد لامها وهي في السرير في المستشفى والتاني لناري وهي ماشيه قريب من المترو اللي فيه ايميليا. شارون قال لسيرينا تختار واحده فيهم تعيش، وبعدها بدا العد التنازلي. سيرينا انهارت وقعدت تعيط وتترجاه يوقف، بس العد التنازلي اول ما خلص وهي لسه مش قادره تختار الاتنين اتقتلوا قدام عينيها في نفس اللحظه. بس سيرينا ما لحقتش تحزن لان القاتل وصل لسيرينا هي كمان وقتلها في بيتها، وكأن الدايره بتضيق على الكل. ماسيو عشان ينقذ ايميليا كذب عليها وقال لها ان المترو وقف بسبب حادثه وطلب منها تروح على البارك، وركب عجلته وطار من البيت علشان يلحق يوصل لها قبل القاتل. في الوقت ده ديمون فضل لوحده قدام الشاشه وبكل ثقه وجه كلامه للشخص المجهول اللي بيتفرج وقال له انه سحب كل الداتا من اللابتوب والشرطه خلاص في طريقها وهتوصل لكل البنات المخطوفين. بس شارون فتح فيديو لإريكا دون على الشاشه واستخدم برامج وشال وش القاتل وحط وش ماسيو مكانه علشان يلبسه التهمه. وفي نفس اللحظه اللي ماسيو مش موجود فيها في البيت دخل واحد لابس اسود وحط جثه في الدولاب، وده بيبقى دولاب ماسيو عشان يثبت عليه التهمه. وبعدها ماسيو موبايله انضاف في الكول غصب عنه، وفي اللحظه دي ديمون زعق فيه وقال لهم ان هم في فخ. وكل اللي حصل من اول ما لقيت اللابتوب كان مترتب. شارون طلع ديمون من الكول وحط مكانه ايميليا، وماسيو حاول يلحقها وقال لها انت قربتي من المبنى، انا قلت لك روحي البارك. بس ايميليا ردت وقالت له انه بعت لها رساله عشان تروح العنوان الجديد. والهاكرز قفلوا فيديو ماسيو واستخدموا الابلكيشن بتاعهم علشان يبعتوا تعليمات غلط لايميليا ويوجهوها للمبنى المهجور. بعدها ايميليا اتشالت من الكول وديمون دخل تاني، بس المنظر كان بشع لان في واحد ظهر وهو بيجر ديمون في الاوضه وقام شنقه على باب الاوضه، وكمان كتب نوت على الكمبيوتر بتاعه يثبت ان ديمون هو المجرم الحقيقي والسبب في كل البلاوي دي عشان يلبسوا القضيه. وماسيو انهار ووقع في نص الشارع وقعد يعيط بحرقه. وفجاه اتعرضت له ايميليا على الشاشه وهي بتدخل المبنى الفاضي وواحد ظهر لها من العدم وقتلها. وفي اللحظه دي اتفتح تصويت مرعب على الشاشه بيسال المشاهدين ماسيو يعيش ولا يموت، والناس بدات تصوت وعرضوا بيت ماسيو على الشاشه. وهنا بنشوف إريكا وهي طالعه من الدولاب وبيبان ان في فتحه في جمجمتها وبتشوف الجرح زي ما اتطلب من ماسيو في الاول. ونتيجه التصويت ظهرت والاغلبيه اختاروا ان ماسيو يموت، وفي ثانيه جت عربيه خبطت ماسيو وقتلته. والفيلم بيختم بان الكاميرات اللي في كل اماكن الجرائم جابت وشوش اشخاص حقيقيه، واتضح ان كل اللي حصل ده كان بيتذاع لايف علشان يسلي ناس على الدارك ويب، وان كل اللي حصل كان متخطط له علشان المجموعه تلبس التهم بدل العصابه. وبكده يكون فيلمنا خلص. فيا ريت الفيلم لو عجبكم لايك شير كومنت وسبسكرايب.